بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جميلة وهي البسبوسة الدمياطي. أصولها بقى وعلى طريقتها الصحيحة اللي الكل عاوز يعرف أسرارها وطريقتها الصحيحة، هنتعلمها وهنعرفها النهاردة مع بعض. شايفين قد ايه هي جميلة، طرية ازاي، حبيباتها جميلة ازاي. هنتعلمها مع بعض بطريقة صحيحة. يلا نقول مقاديرنا فيها: 3/4 كيلو من الدقيق السميد، نص كوباية عسل كلوكوز، نص كوباية جوز هند رز، كوب من الحليب، كوب من السمنة، كوباية ونص من السكر. هنحط السمنة بتاعتنا في اناء كده، هنفضيها كويس قوي. عاوزين ناخد الكوباية بتاعتنا كاملة. تمام كده. هنحط عليها كوباية من الحليب، نخلطهم مع بعض وبنرفعها على النار. عاوزاها تسخن كويس، توصل بس يعني قبل درجة الغليان مباشرة. سخنت بالطريقة دي، بنضيف عليها عسل الجلوكوز بتاعنا، وكمان نضيف عليها السكر بتاعنا، ونخلط المقادير دي كويس جدا مع بعض. انا عاوزة خلط جيد، مش عاوزة السمنة تبقى طافية على الوش كده، انا عاوزاه كله يبقى خليط متجانس مع بعضه. خلطناها بالمنظر ده، شايفين شكلها مفيش اي سمنة على الوش ازاي. ننزل بقى بايه؟ بالجوز الهند، وناخده تقليبتين كده. خلطناه كويس. ننزل بعد كده بالدقيق السميد بتاعنا، ننزل بالدقيق السميد بتاعنا كله دفعة واحدة. مفيش اي قلق ولا اي مشكلة من نزول الدقيق السميد في المرحلة دي. المهم ان احنا نقلبه وما نعتمداش كده في الخلط، يدوبك المكونات بس تختلط مع بعضها. مكوناتنا كده اختلطت ببعضها بالشكل ده. بنصبها فين؟ في صاج 30 في 40 يكون مدهون سمنة كويس. مفيش عندنا الصاج ده مفيش اي مشكلة. نصبها في صينيتين مقاس 26. نصب الخليط بتاعنا بالكامل في الصاج، نصب ونفرده في الصاج بتاعنا. ونعمل ايه؟ نحط المكسرات عليه زي بقى ما نحب، كريز، لوز، بشر بندق، زي ما تحبي مكسراتك زي ما بتحبي. ممكن من غير اي مكسرات. عاوزين حاجة سعرها على قد ايدينا ما نحطش مكسرات، برضو طعمها لذيذ وهتعجبكم جدا بإذن الله. سويناها وظبطناها كده، ندخلها على فرن 180 لمدة 40 دقيقة. اول ما تطلع وهي سخنة بنسقيها الشربات بتاعنا السخن، اللي هو عبارة عن ايه؟ عن كوبايتين سكر عليهم كوبايتين مية، معاهم نص كوباية عسل كلوكوز وعصرة ليمونة. نصب كل المقدار ده على الصينية بتاعتنا. صبنا العسل والصينية بتاعتنا اتشربت بالمنظر ده كده، معانا ناجحة وجميلة 100% بإذن الله. طرية وجميلة وناجحة ازاي ما شاء الله. هتطبقوها وهتعجبكم. عجبتكم وصفتي النهاردة؟ لايك وشير وتدعموا قناتي.